تعالى اقول لكم لايف هاك حلو قوي ممكن نستخدمه في حياتنا علشان بعد كده ما نتعكننش ولا نتضايق. لو حد قالك انه ما ينفعش وانت حاسس انه ينفع اعند واكبسه، ولو قالك مستحيل سف التراب عشان تعرفوا انه حمار مش فاهم اي حاجه. لو حد قالك تف على قبري، او حد قالك كان غيرك اشطر، كان غيرك اشطر فعلا، لانك انت اشطر واحد، وفعلا انت ممكن توصل للحاجه دي غيرك كتير معرفش يوصلها، وممكن تفكر فيها بشكل مختلف. ده غير ان كمان انه انا ممكن ما استسلمش من نقطه اللي جه قبل يستسلم فيها واكمل بعدها عادي، فانا اشطر. اما بقى مصطلح التف على القبور، فانا معرفش مين المريض اللي طلع مصطلح زي ده وان انا هتف على قبرك. طيب لما حد يقولك بقى تف على قبري، اشرب احلى عصير انت بتحبه، منه كوبايتين كده دسمين كده، واملى بقك كده، وبعد كده روح مرجع في وشه. ساعتها بقى هو هيبطل يقول تف على قبري لاي حد تاني، لانه اتعمل له رابط انكر كده في عقله انه انا لما اقول لحد تف على قبري هيرجع في وشه، فهيبطل يعمل الحركات دي تاني. اما اخر انكر ممكن تعمله ان خليك عارف، لو انت دلوقتي طفل صغير بيسمعني او حد كبير بيسمعني، فاحنا بنتعرض لنفس الكلام. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الصغير خلص طبقك، ولو كبير خلف يا ابني العيال عزوة. لو خلص طبقك فالولد عنده حلين، يا اما هيخلص طبقه ويبقى جحش وتخين، يا اما هيكره الاكل. ولو انا خلفت عيال كتير عشان يبقى عندي عزوة، فانا مش هيبقى عندي طاقة ولا وقت ولا فلوس اني اربي ولا اصرف عليهم، فربنا هيحاسبني عليهم. الناس اللي بتنصحنا والناس القريبة مننا جدا، وتحديدا الاهل، بيبقوا فعلا بينصحونا من نابع الخوف، وبيبقوا بينصحونا ان هم خايفين ان احنا ندخل في الفشل، لكن هم بياخدونا كده وبيزقونا على دايرة الفشل، لان اللي هم بيقولوه ده مراجع، اعتقادات، تقاليد، مش قانون احنا ماشيين عليه، مش قانون سيد. فكل ماتش وليه ظروفه، كل ماتش وليه ظروفه، كل واحد فينا مختلف عن التاني، واللي حضرتك نجحتي فيه انا مش هنجح فيه زيك، ومش هكون شبهك لاني مختلفة عنك، وجيلي مش هو جيلك، وتصرفاتي غير تصرفاتك. فالفكرة كلها ان يوم لما تقرر تعمل حاجة، احلى لايف هاك ممكن تستخدمه وانك تاخد القرار اللي نابع من قلبك ومن عقلك، مش نابع من حد. انت ممكن تستشير، وممكن تسمع كتير، وممكن تاخد خبرات كتير، بس في الاخر القرار يبقى منك انت، علشان لو اخدته منهم هم، نجاحك هيبقى اسمه نجاح جماعي، وفشلك هتعلق فشلك عليهم، انتوا اللي خلتوني اعمل كده. بس يوم لما تنجح لوحدك وقرارك بتاعك، فالقرار بتاعي ده انا نجحت لوحدي، ولما فشلت كتجربة مش ككاني كإنسان. وحش خالص ان انا بفشل في التجربة، لانها بتتحط في السي في بتاعك، مش السي في اللي بيروح البنوك والشركات، في السي في بتاعك انت، بتاع خبراتك في الحياة انت. فبقيت تتعلم وبقيت قادرة ودماغك شغالة أكتر، واللي انت وقعت فيه النهاردة مش هتقع فيه بعدين، وهكذا. ففكرة ان انا الغلط عندك صح عندي، والصح عندك غلط عندي، فأنا في الآخر وفي الأول أنا اللي بقرر. فلو استخدمت اللايف هاك ده، انت رحت في حتة تانية.